بيزيق تحت أي خطوة، والجدران مليانة شروخ وبقع رطوبة سودة كأنها دم متجلط من سنين الليلة. كانت غريبة، القمر مستخبي ورا سحاب تقيل، والهواء بيخبط في الشبابيك بصوت زي صريخ حد بيتعذب. مي وسارة ونور كانوا قاعدين على الأرض حوالين شمعة صغيرة، نورها بيرقص على الحيطان وبيعمل أشكال غريبة، بيشربوا شاي ويحكوا قصص رعب سارة اللي دايما بتدور على حاجة تخوف. ملت لقدام وقالت بصوت مبحوح: سمعتوا عن لعبة مراية نص الليل؟ نور ارتبكت وقالت بسرعة: لا، ومش عايزة أعرف. مي اللي عمرها ما بتقول لا لأي تحدي ضحكت وقالت: احكي، مش هنخاف. سارة قربت أكتر، صوتها بقى أوطى وكأنها خايفة إن حد غيرهم يسمع. لو وقفتي قدام المراية الساعة 12 بالليل ومعاكي شمعة وقلتي اسمك 3 مرات، مش هتشوفي نفسك، هتشوفي اللي بيراقبك من جوه. الميعاد قرب والساعة في الحيطة ضربت 12. الجو برد لدرجة إن إيديهم بتترجف وأنفاسهم بقت بخار في الهوا. المراية واقفة في نص الحيطة، إطارها الخشب متشقق والزجاج معتم وكأنه اتلوث بحاجة مش طبيعية. مي وقفت قدامها مسكت الشمعة وبدأت تقول: مي مي مي. الزجاج بدأ يتموج كأنه مية راكدة، والشمعة في إيدها بترقص بهستيريا. وفي المراية ظهر ظل طويل بيطول لحد ما بقى أطول منها أضعاف. وش مي في المراية اتغير، بقى مبتسم ابتسامة مش بشرية. شفايفها اتفتحت لدرجة إن جلد خدودها اتشقق، وأسنان طويلة وصفراء ظهرت، ولسانها بيخرج ويتحرك كأنه بيشم الهواء. عينيها اتغرقت في سواد قاتل من غير أي بياض. فجأة إيد شحبة طلعت من جوه الزجاج، صوابعها طويلة وأظافرها سوداء ومتقشرة. مسكت مقصم مي بقوة لدرجة إن العروق نفرت جلدها بدأ يتحول للون أزرق. مي حاولت تصرخ لكن صوتها اتحشر في حلقها، وكل اللي طلع كان صوت خربشة مكتوم في ثانية. انسحبت لجوه المراية بعنف، والشمعة وقعت على الأرض وطفت، والأوضة غرقت في ظلمة خانقة. صار ولعت لكن اللي شافه مي واقفة نص بالشام تشوف كأنها تقشر كأنها بسكينة. مش سريع